الفتاة اللي تم ظهورها داخل مستشفى عين شمس التخصصي في واقعة محمد فؤاد، وادعت إن هي جريبة الفنان محمد فؤاد، بنت أخته. وراها كواليس ووراها أمور غامضة جدا، وده اللي هنكشفه مع بعضنا من خلال الحلقة دي في قناة حدث اليوم. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فضلا وليس امرا بذكر بحضراتكم بعمل لايك على الفيديو عشان اللايكات ضعيفه جدا على جميع الفيديوهات، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الفتاه دي بعد وصلة الردح اللي هي عملتها طبعا داخل المستشفى، حضراتكم سمعتوها، ان هي طبعا مش من عامه الشعب، والمعامله الوسخه دي اللي بيتعاملوا بيها الفنان محمد فؤاد، بيتعاملوا بيها الناس الراقيه دي، اللي بيتعاملوا بيها الشخصيات العامه، ما ينفعش تعاملونا بيها دي، خلوها لعامه الشعب. تخيل حضرتك ان هي تطلع من عامه الشعب وتطلع بنت راجل بسيط جدا، والدها فاتح ورشة نجارة في شارع العشرين، واتبعتها طبعا الكاميرات، وطلعت وراها أحد الأطباء وأحد الممرضين وأحد الدكاترة أثناء خروجها من المستشفى عشان يشوفوا العربية الفخمة اللي بتركبها. ولكن الصدمة كانت هنا إن هي ركبت أتوبيس هيئة اتجه بيها طبعا إلى منزلها أو إلى محل إقامتها، واتبعوا الكاميرات حتى وجدوها بنت راجل بسيط وفقير جدا. وأول ما تحدثوا معاه، الراجل رد طبعا والدها وقال ده هي بتعاني بظروف خاصة ومريضة نفسية. ده اللي تم تصديره حاليا، والبوست ده بيأكد لحضراتكم مصداقية الكلام. المنشور اللي قدام حضراتكم ده بيثبت كل التقرير اللي قامت به الأطباء اتجاه الفتاة دي واتجاه وده طبعا آخر بيان تم إصداره عن الفتاة الذي أشغلت السوشيال ميديا وأشغلت الوطن العربي كله وأهانت عامة الشعب المصري. ده بخصوص الفتاة، ولكن بخصوص الفنان محمد فؤاد وآخر ما تم تصديره على التواصل الاجتماعي، ان مصطفى بكري هنا، زي ما شايفين حضراتكم كده بالظبط الصورة اللي هتنزل لحضراتكم دي ماشي. مصطفى بكري هنا أطالب نقابة الأطباء بالتحقيق مع الطبيب في واقعة محمد فؤاد. الطبيب له منشورات قديمة تسيء لسمعة الأطباء وهجرتهم للخارج. ده التقرير بتاع مصطفى مدبولي، والنداء بتاع مصطفى مدبولي اتجاه الطبيب واتجاه واقعة محمد فؤاد. نطالب نقابة الأطباء بالتحقيق مع الطبيب في واقعة محمد فؤاد. الطبيب له منشورات قديمة تسيء لسمعة الأطباء وهجرتهم للخارج. القضية دي يا سادة محترمين هتكون ترند، وترند من نوع شرس جدا على التواصل الاجتماعي، والترند ده هيستمر معانا شوية كتير لحد ما نكشف حقيقة الخبايا ورا الموضوع ده، من حبس الدكتور والإفراج عن الفنان محمد فؤاد، وكمان الفتاة اللي هي ادعت ان هي بنت اخت الفنان محمد فؤاد، وتطلع في الاخر من عامة الشعب. في امور غامضة كتير هنا، وده اللي هنكشفه مع بعضنا من خلال منصة حدث اليوم في خلال الايام المقبلة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.